خطأ. هل تحمل الجديد في حدود الدقيقة السادسة؟ إذا ضربة خطأ في المتابعة. هناك رقم 4 مصطفى فتحي والهدف. إذا هدف المنتخب الأولمبي المصري. إذا هدف كيجي في وقت مبكر، وقت مهم، على غفلة من العناصر الوطنية. الأكيد غنتابعوا المحاولة من جديد. ضربة خطأ أكيد بداية موفقة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري الشقيق. إذا كيجي الهدف الأول في حدود الدقيقة السادسة. كيتمكن المنتخب الأولمبي المصري من تسجيل الهدف، ونتابعوا يعني على الطاير بطريقة جميلة وجميلة جدا بعد التمريرة من مصطفى فتحي، والمتابعة على الطاير بشكل مميز ومميز جدا. كيتمكن لاعب رقم 10 محمود أحمد السيد. إذا محمود أحمد السيد تواصل من أجل تسجيل هدف التعادل. فرصة من جديد، التمريرة أمامية، أكيد البحث عن تسجيل الهدف. فرصة جول. إذا هدف يأتي بالنسبة للمنتخب الوطني الأولمبي. هدف التعادل وفرحة بالنسبة للجماهير المغربية أكيد المساندة في هذه المقابلة. إذا هدف التعادل يأتي بشكل سريع من طرف اللاعب السعيدي. إذا السعيدي كيتمكن، يوسف السعيدي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. نتابعوا هذه العملية كانت بشكل جيد، والتمريرة في ظل غياب المتابعة من طرف دفاع المنتخب الأولمبي المصري. إذا هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف، مباراة متحركة على مستوى الأداء وكذلك حتى على مستوى النتائج. الورقة الحمراء بالنسبة للحارس ديال المنتخب المصري، الحارس اللي ما كانش موفق مسعد عوض في هذا التدخل. يعني تابعناه في 3 ديال المحاولات كان تدخل موفق، وفي الكرة الأخيرة كيدخل بالفعل هناك خطأ. إذا نتابعوا اللقطة من جديد، مجموعة من الزوايا، والمحاولة اللي قادها لاعب رقم 11 من صفوف المنتخب الأولمبي المغربي السعيد يوسف، اللي كيتمكن من اصطياد ضربة جزاء بالنسبة للعناصر الوطنية. في الوقت اللي كنتحدثت على حسام البدري، الآن غيكون في موقف حرج، لأكيد غيكون تغيير على مستوى حراسة المرمى، والأكيد الآن هناك طرد بالنسبة لحارس المنتخب الأولمبي المصري. إذا في الوقت الليبي والمريخ السوداني فتمكن من الفوز يعني ببطولات مع جميع الفرق اللي دربها، الأمر اللي كيأكد بأنه عنده حضور، عنده نتائج، وعنده اسم على الصعيد القاري. أكيد كنتابعوا ردة الفعل ديال مسعد عوض. الحكم خالد النوني كيطبق القانون في اللقطة الأخيرة. أكيد هذه مباراة ودية لكن القانون واضح، وكان المنتخب المصري هنا فرصة. هدف المنتخب الأولمبي المغربي كيجي من طرف الباشا، اللي كيتمكن من منح الهدف الثاني بالنسبة للمنتخب الأولمبي المغربي لتصبح النتيجة هدفين مقابل واحد. إذا 2 ديال الأهداف مقابل واحد في الوقت اللي كان المنتخب الأولمبي المصري متقدم على المنتخب الأولمبي المغربي، تتغير النتيجة. وتابعنا الهدف الأول اللي كان من توقيع يوسف السعيدي، وبعدها بضربة جزاء كيتمكن الباشا سفيان من منح المنتخب الوطني المغربي هدف ثالث مباغت. إذا هدف ثالث مباغت في الوقت اللي كانت فرصة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري تسجيل الهدف، هدف التعادل. كيجي الهدف الثالث بالنسبة للعناصر الوطنية. تابعنا الكرة الأمامية والعرضية في اتجاه المعترك، وطبعا كنتابعوا اللاعب اللي تمكن من تسجيل الكرة ضد مرماه، اللاعب ديال المنتخب المصري. إذا اللاعب رقم 20 محمد سيد اوتريخت ما تمكنش من الوصول لأرض الوطن، وسيلتحق بالمجموعة يوم غد إن شاء الله. تابعوا محاولة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري، والهدف.
إذا هدف ثاني بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري كيجي بشكل مميز من طرف محمود أحمد السيد لكي يتمكن من توقيع هدف ثاني. قلت بأنه يعني بالرغم من نقص العددي بالنسبة للعناصر المصرية بإمكانها أنها ترجع في النتيجة، بإمكانها أنها تسجل أهداف، وهو الأمر الذي تأتى من خلال المحاولة اللي تابعناها محمود أحمد السيد كي يتمكن طبعا من استثمار هذه المحاولة وسوء المتابعة على مستوى خط الدفاع، وكي يتمكن إذا المنتخب المصري من تسجيل الهدف. تابعنا الفرصة الأولى اللي كانت لمحمد سليم عبد القادر مهاجم رقم 21، وتتاح الفرصة رقم 10 اللاعب محمود أحمد السيد لكي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، وكتصبح النتيجة 3 ديال الأهداف مقابل هدفين، إذا 5 ديال الأهداف في هذه الجولة. ساوش كذلك بقية المنتخب. هدف المنتخب المصري. إذا هدف يأتي المنتخب المصري يعني في وقت مفاجئ وبضربة رأسية مفاجئة يتمكن المنتخب المصري من تعديل النتيجة. إذا تحدثت على هذا المعطى بشكل كبير في الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية، وقلت بأنه المنتخب المصري بالرغم أنه يلعب منقوص العدد لكن بإمكانه أن يغير النتيجة في أي لحظة، وهذا درس من الدروس التي يجب أن يتم استيعابها بشكل كبير بالنسبة للمنتخب الأولمبي المغربي. يعني في الوقت اللي هناك نقص عدد